مساء الخير من تنظيفات وتجهيزات عيد الأضحى. طبعا المرة هذه اخترت اني اصورها في اليوتيوب. عيد رمضان صورتها في السناب شات، مو نفس لما يكون الشيء موجود في اليوتيوب على طول، ويعني تكون حلاوته يعني كل ما ارجع له احس باجواء العيد واحس بشعور العيد. اليوتيوب مرة غير مرة الفلوقات غير. فان شاء الله باذن الله العيد هذا بعوضكم عن عيد رمضان، بنزل لكم تجهيزات العيد، تنظيفات العيد البيت كامل. عاد هذه ما ادري صراحة انزلها لكم قبل العيد ولا يعني بعد العيد، لانه اليوم 7 وبكرة 8 9، باقي 3 ايام بس على العيد واحنا لسه ما بدينا تنظيفات البيت. بشارك معكم تنظيفات الغرفة وتنظيفات البيت كامل بفلوق واحد، وبخليكم تستمتعون بهذا الفلوق تعويض عن كل الاختفاء اللي صار الفترة الأخيرة. قبل هذا الفلوق بينزل لكم فلوق المشتريات حقتي حقت شيك بوينت. إذا ما حضرتوا هذا الفلوق ارجعوا احضروا فلوق المشتريات، وبعدين تعالوا احضروا فلوق التجهيزات للعيد. فيلا خلوني أول شيء ببدأ في الغرفة، إنه تونا نبدأ تنظيف البيت وتنظيف الغرف. أول شيء ببدأ في الغرفة بغير ترتيب الأسرة. أنا شاركت هذا الشيء في السناب شات، البنات كثير قالوا لي إنه رجعي الكنب في المكان هذا. فاللي مو متابعني في السناب شات يتابعني عشان انزل لكم فيه كل شيء. فبرجع الكنب هنا، لانه صراحه الكنب مكانه احلى شيء كان هنا تحت الشباك، وبحط سريري هنا برجعه في مكانه القديم وبس. ان شاء الله باذن الله بس بغير مكان الاسره وبغير مكان الكنب، يعني برجع الغرفه لترتيبها اللي قبل. ويمكن بكره ان شاء الله باذن الله ابدا بتنظيفات العيد بعد ما انزل لكم. تقريبا اليوم بنزل لكم فلوق المشتريات، لانه ما في وقت. مره 8 9 كذا 10 ينزل لكم ان شاء الله باذن الله فلوق المشتريات. فيلا خلونا نبدا الفلوق البسيطه هذا. شلت الكنب وشلت كل شيء، بس بكنس وبعدين احط سرير اختي هنا. طبعا قربت اخلص جزء مره كبير. السرير حق اختي حطيناه في مكانه، وهذا سريري لسه بس باقي ذي المسافه. اسحب السرير وبعدين احط الكنب هنا، يصير خلاص اليوم خلصت الترتيب. وبكره ان شاء الله باذن الله ببدا في التنظيف، لانه لسه ما خلصت المونتاج حق الفلوق اللي هو فلوق المشتريات. ومره احس نفسي مضغوطه مره نفس كل عيد كذا اجيكم متاخره ومضغوطه، يعني احنا اصلا ما بدينا تنظيف يعني، فاجيكم مع الوقت اللي نبدا فيه تنظيف. فمره ضغط مره ابغى انجز هذه الفتره. طبعا الغرفة لسه مرة فوضى، لسه ما سويت ولا شيء. الفرش شلتها من تحت الأسرة. اليوم قدرت اني اغير الكنب، مكان الكنب قدرت اني اغيره وخلاص. بكذا بوقف شغل هنا، مرة ما بسوي ولا شيء. ان شاء الله بإذن الله بكرة اكمل. بكرة عاد بفترك للغرفة تنظيف، مرة تنظيف. بغير الكنب، بغير الملايات. بكرة تنظيف العيد ان شاء الله بإذن الله. لا أخيرا قدرت أخلص من الترتيب. مرة تعبت صراحة في سحب الكنب والأسرة، بس الغرفة لسه شيء ثاني. شايفين الفوضى هذه كلها بتشوفونها إن شاء الله بإذن الله بكرة نظيفة مرة. اليوم بس وخرت الأسرة والكنب وكذا. بكرة إن شاء الله بإذن الله ببدأ خلاص تنظيف، لأنه لي فترة صراحة ما نظفت وتكاسلت مرة، فقلت خلاص خليت نضيف عيد مرة واحدة. فبنظف العيد. تنظيفات العيد ان شاء الله معكم بتكون مرة غير. ان شاء الله باذن الله بغير الكنب، بغير الملاية. ان شاء الله باذن الله بكرة بتشوفون تنظيفات مرة حلوة للعيد. وبس كل سنة وكل عام وانتم بخير مقدما، وينعاد علينا وعليكم كل سنة وكل عام ان شاء الله باذن الله، واحنا وانتم بأتم واحسن حال ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله قناتنا تكبر وتصير عدد كبير مرة. اقرب وقت واقرب فرصة ان شاء الله باذن الله نحقق النجاحات مع بعض.
خلصنا من تمسيح الشبابيك، الحين باقي غسيل الأرضية، وكذا نكون خلصنا من الغرفة هذه كاملة. كذا نكون خلصنا من المجلس، الحمد لله صار يلمع يلمع. هذا المجلس كامل غسلناه ومسحنا الشبابيك والأبواب، وهذا البخور. هنا هذا المدخل لسه ما شلنا الأغراض. هذه الغرفة خلصنا من تنظيفها كاملة. آخر شي البخور. خففنا الإضاءات، بكذا نكون خلصنا من الغرفة هذه. حطينا المخدات كذا، وخلصنا من المدخل حق البيت، وخلصنا من باقي المكيفات لسه شغالة، نقفلها وبعدين خلاص نكون كذا خلصنا من مدخل البيت ومن المقلط ومن مجلس الرجال. الحمد لله. سوي لي شاهي كرك هذا بنهاية اليوم بعد ما نظفنا وخلصنا. طبعا فلوق التجهيزات كل شيء بصوره معكم في الفلوق هذا. غرفتنا على البيت، على ما في وقت صراحة اني اخلي فلوق لغرفتنا وفلوق للبيت، لا كله في وقت واحد، انه مرة تعبانة خلاص انتهيت مرة. فبسوي شاي كرك، بكرة ان شاء الله نكمل التنظيف ان شاء الله باذن الله. مروة سوت حنة للعيد وانا ببدأ تنظيف الغرفة. طبعا أنا في 1000 شغلة وشغلة في راسي، الحين قاعدة أمنتج. طلعت فجأة لقيت الحنة كنت بصورها لكم، وبنفس الوقت بنزل لكم فلوق الساعة 4. يا رب ثبتني يا رب إني يعني أثبت إنه يعني أرتب الأشياء اللي، لأن أحس نفسي مرة مزحومة وبس. مساء الخير من اليوم الثاني. طبعا حطيت هنا في الطشت هذا فاري وتايد وكلوركس، والحين ببدأ أعقم الغرفة كاملة، الجدار الشباك والتسريحة وطاولات كل شيء بهذه الموية. وبعدين أرتب الأغراض. الفرش هذا كان تحت السرير، ما شلته ما دخلته تحت السرير لأني أبغى أغسل كمان تحت السرير أو أكنس، ما أدري عاد أمسح أشوف صراحة، وعلى حسب الروقان إذا مسحت أو غسلت. وبعدين عاد أحط الملايات، وأحط يعني بعد ما أخلص الغسيل والتنظيف أبدأ أحط الملاية وأحط الكنب، وأبدأ عاد تنسيقات الغرفة. ويلا بشارك معكم هذا الشيء بالفلوق هذا. أصوات تكبيرات العيد. اليوم يوم التروية، طلعت برا أدعي وأكسب هذه الأيام، يعني إن شاء الله بإذن الله نخرج من هذه الأيام بدعوات مستجابة يا رب يا رب يا رب يا رب. المهم بجلس شوية كذا في الحوش برا، وبعدين شوية إن شاء الله بإذن الله بدخل أكمل معكم تنظيف الغرفة ويمكن تنظيف البيت، لأنه الفلوق مرة أخرني، إنه ما نزل في اليوتيوب الشبكة عندي مرة، فتو نزل وتوي طلعت بجلس برا شوية، وبعدين بدخل ما أدري أنظف البيت أو الغرفة، لأنه أصلا ما في وقت. اليوم مرة بيكون ضغط علينا. بكرة إن شاء الله يوم عرفة نبغى نكسب يوم عرفة، ما نبغى نجلس يعني ننظف وكذا. مساء الخير من 9 ذي الحجة.
اليوم بسوي تعقيم لكل الغرفة عشان نحس بشعور العيد. بحط الملاية عشان يسهل علي باقي الشغل، لأن باقي لي شغل كثير في الغرفة وباقي لي شغل كثير في البيت، فأبغى أستعجل بتنظيف غرفتنا. هذه ملاية العيد مرة حلوة، ملايات شيك بوين تتجنن بنات، مرة حلوة. المفرش أعطيه 1,000,000/10، يجنن بنات يجنن، الخامة شي راقي مرة يجنن. خلصت من الملاية، لسه ما رتبتها يعني، مرة على السريع. باقي الحشوة احطها، ولسه الملاية يعني ابغى ارتبها زين عشان اصورها معكم بالشكل النهائي. بس هذا هو شكلها، مرة حلوة والخامة مرة حلوة صراحة، تستاهل سعرها ريال تجنن. السعر معقول والخامة ولا غلطة بنات. لا تفوتون ملايات شيك بوين صراحة، مرة لا تفوتونها، تجنن لا تفوتونها. وصراحة الحجم مرة حلو، مو صغيرة، مرة حلو، مناسبة لسريري مرة. طيب تقريبا غرفتنا خلصتها بدون تصوير صراحة، مرة ما فيني حالة أصور بدون تصوير يعني، حاولت قد ما أقدر إني أخلصها. باقي لي شيء بسيط مرة الجهة هذه اللي هي الطاولة والكنب، وبفضيها، هذه بصورها معكم، بفضيها وأرتبها وأغير القطع حق الكنب، وهذا الشيء بشاركه معكم. بكذا أكون خلاص خلصت. بحط الأوزان تحت السرير، ما أستخدم هذه الفترة، بحطها تحت السرير وبرتب. هنا بالنسبة للتسريحة خلصتها خلاص، مسحتها، اتوقع واضحة النظافة في التسريحة الحمد لله. مسحتها رجعت الأغراض عليها، نزلت الكنب، باقيلي بس اللي تحت، وبعدين احط اللون البيج. الحمد لله خلصت من الغرفة، الشباك، الجدار، الكنب، كل شيء، بس باقي الأرضية، وأبخرها وأقفل اللمبات، أخفف الإضاءة وخلاص. بكذا أكون قفلت غرفتنا الحمد لله لتنظيف العيد. أنا مرة كنت شايلة هم غرفتنا صراحة، دحين خلاص الحمد لله ارتحت بعد ما شفت الغرفة نظيفة وجهزتها للعيد. الملاية بس باقي الحشوة وباقي لي غسيل الأرضية. بكذا أكون قفلت على الغرفة كاملة. كل سنة وكل عام وأنتم بخير مقدما، وينعاد علينا وعليكم كل سنة وكل عام إن شاء الله. ولا تنسون إنكم يعني تكسبون هذا اليوم اللي هو يوم عرفة بالدعاء وبس. الحمد لله. بقي لي غسيل الأرضية وبكذا خلاص. يؤسس المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحة والتعقيم والتدابير الوقائية اللازمة عند وقت الجرف. سويت بخور وأنا أشطف، شلت المفرش عشان ما ينعجن بالموية، سويت بخور عشان تمسك الريحة. باقي لي كده جرف بسيط خلاص. بكده أكون خلصت من الغرفة كاملة وأحط الحشوة خلاص. انتهيت الحمد لله من غرفتنا. أحط من هذا البخاخ على المفرش وعلى الكنب. الريحة تجنن. خليه هنا عشان الاستهلاك بيكون كثير. هذه مكسورة، أحاول كل شوية أعدلها. حتى هذه كانت تطيح في الطاولة، كل ما أحركها كانت تطيح فتنكسر. فيما يشهد مشعر عرفات 44 درجة مئوية، وحاليا الطقس عجيل يتحدث.
طبعا لسه اختي ما سوت شيء في سريرها، عشان كذا ما انا مصورت لكم. تحط ملايتها وكذا نكون خلاص خلصنا من تنظيفات العيد. وهنا التسريحة ضفتها بس القهوة. نتوقع ارتفاع في نسب الرطوبة الجوية خاصة في ساعات المساء المتأخر على الأجزاء الشرقية والمنطقة. بما إن الأرض لسه فيها موية فلازم بخور، لازم بخور 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 عشان تمسك الريحة في الغرفة، تصير ريحة عيد. نسبة الرطوبة 70% في عرفات 44 والصغرى فجر السبت 32 مع نسب الرطوبة تصل إلى 70. الأعمال البشرية والكهربائية في الخيم وتفقد المخارج والممر. شغلتها وما صورت. خلاص يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. خلصت من تنظيف الغرفة كاملة. آخر شيء يا رب لك الحمد، ملاية العيد موجودة. تجنن والحلو مقاسها صراحة مرة عجبني. أنا عادة أخذ مقاسات من شيء إن أغلط فيها فتكون مرة صغيرة، فما تعجبني يعني إنها مرة تكون صغيرة. هذه تجنن مرة راقية، يعني الشكل يجنن كيوت وبنفس الوقت مقاسها مرة حلو. يا ربي لك الحمد بعد الإنجاز هذا كله، الحمد لله خلصت. وهذه الغرفة بالإضاءة وهي شغالة. طبعا أنا شاركت مع البنات في السناب شات الكنب، قلت لهم وين أحطه كذا ولا كذا، إنه أنا نفسي صراحة لما أشوف فيديوهات العام في عيد الحج أشوف الكنب مرة مكانه حلو هنا في ذا المكان، فكثير بنات كتبوا لي لا رجعيه هنا مرة مكانه حلو في المكان هذا، فقلت يلا خلاص أرجعه في المكان هذا. وسريري هنا، ملايتي، وحطيت الطاولة هذه هنا حقت القهوة. الحمد لله. لا حد يقول لي هذا مكانه غلط وهذا مكانه غلط، راضية بغرفتي مرة. دايما كل فيديو لما أرجع للفلقات التنظيف ألقى بنات كثير كاتبين لي غرفتك مرة زحمة، غرفتك مرة فوضى، حاولي تخففين، طلعي هذه الطاولة منها داعي، حطي هذه الطاولة هنا. غرفتي أشوفها بعيوني، أشوفها أحلى غرفة بالدنيا. يمين بالله لما تشوفون غرفتي بعيوني ما أتوقع بتقولون فيها كلمة. مرة أحب غرفتي وراضية بكل شيء وصلت له في غرفتي، بكل زاوية، بكل زحمة، بكل فوضى، بكل شيء. الحمد لله فوضى مرتبة وتفتح النفس، فوضى تجيب العافية، فوضى تجنن. أشوفها يعني أنا لو أسافر يوم واحد بس أشتاق لغرفتي مرة، أشتاق لغرفتي وجمالها وريحتها وكل شيء، أشتاق لسريري والكنب وكل زاوية في الغرفة. فعشان كذا أحب غرفتي بكل تفاصيلها. وبس كذا أقدر أقول لكم كل سنة وكل عام وأنتم بخير. وأخفف الإضاءات وأوريكم الإضاءات مخففة. خلوني أخففها من هنا. كل سنة وكل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم كل سنة وكل عام إن شاء الله بإذن الله. بخور العيد، عيد الأضحى، هذا البخور اللي هو عود منقوع ملكي من البيت الإماراتي للعود. طبعا بعد ما نظفت وخلصت بحط هذا البخور للعيد هنا. بفتح البخور معكم. عيد الأضحى يستاهل يستاهل. بفتح هذا البخور، العلبة بس تجنن. هذا البخور من البيت الإماراتي منقوع ملكي، بستخدم إن شاء الله بإذن الله في العيد. بستخدم شوية دحين بشم ريحته وبس. حط شوية من البخور هنا. البيت الإماراتي. خلاص الحين بجلس أتقهوى وارتاح. ما في راحة هو بس لأنه لسه ما بدينا في البيت، الحين بنبدأ عشان خلاص نخلص. شوية بجلس أتقهوى. خلاص ارتحت صراحة من غرفتنا إني رتبتها.
الحمد لله قدرت أخلص دحين. هذا اللي أحتاجه دحين حرفيا نوم. أحتاج نومة طويلة بعد التعب هذا اليوم. بصراحة صحيت بدري، فبحط هذا البخاخ اللي هو بخاخ اللافندر، يفتح النفس يفتح النفس. ملاية جديدة، باقي بس بيجامة جديدة، خلاص يكمل العيد عندي، يكمل العيد. استخدم هذا بالياسمين، نظافة نظافة. استخدم هذا من أورنج، مفرش جديد يعني بيجامة جديدة يعني نفسية جديدة. حط من عطر عتيج على البيجامة، أخذ لي شاور بعد التعب هذا. كذا أقدر أقول لكم لا تنسوا أنكم تشتركون في القناة، تفعلون زر الجرس، تحطون لايك. آخر شيء حابة أقوله لكم إنه في جزء ثاني. بالنسبة لي أنا ليش تأخرت في الفلوقات؟ أنا صراحة هذه الفترة عايت يعني حاولت قد ما أقدر إني أستمتع بالعيد، وبعدين أنزل لكم التجهيزات والعيد عشان بس يعني أشارك معكم فترة العيد كيف كانت معي. أما أنا صراحة العيد هذا حبيت إني أطلع وأعايد وأستمتع بالعيد، وبعدين قلت آخر شيء عادي حتى لو أتأخر في فلوقات العيد، في فلوق التجهيزات حق العيد، أهم شيء إني أستمتع في العيد وبعدين أنزل لكم. نهاية الفلوق لسه في جزء ثاني للتجهيزات بنزله لكم. وحابة أقول لكم لا تنسوا أنكم تشتركون في القناة، تفعلون زر الجرس، تحطون لايك، وبس. سلام.